حبيتها فوق ما تتخيلوا. حبيتها أكتر من نفسي، وعملت معاها علاقة كاملة، وأخدت منها عذريتها وشرفها، وفضلت أتمادى معاها كام سنة، وفي الآخر فضحتها قدام خطيبها التاني والنهاية صدمتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل قصة حقيقية من واقع الحياة توصلكم أول بأول. بيحكي وبيقول: أنا كنت في الجامعة من أولى جامعة وأنا معايا بنت زميلتي، حبيتها حب كبير قوي، حبيتها فوق ما أي حد يتخيل، وهي كمان حبتني قوي قوي قوي، ووثقت فيا لأبعد مدى. بقيت أقابلها وأكلمها شوية، بقيت أمسك إيديها شوية، بقيت أبوسها شوية، بقيت أحضنها. وفي يوم بعد 3 سنين واحنا في الجامعة قلت لها لازم تجيلي البيت عندي، صدقيني هفرجك بس على شقتنا ومش هاجي جنبك ولا أي حاجة. وفعلا وثقت فيا وجات، واللي حصل ان انا عملت معاها علاقة كاملة، اخدت منها اعز ما تملك، لدرجة ان انا شفت دم بكارتها بعينيا. المهم ان انا بعدها بفترة حصل ما بيني وما بينها مشاكل، او بمعنى اصح انا بقيت اختلق المشاكل ما بيني وما بينها. ثقتي فيها اتهزت، وخصوصا لما عملت معايا العلاقة الكاملة دي. حسيت ان هي مش المفروض ان انا اتجوزها، مش هتبقى امينة على شرفي وعرضي وعلى ولادي. فبدأت ابعد عنها وبدأت اتجاهلها، وما روحتش ولا خطبتها ولا اي حاجة، مع ان احنا كنا متفقين ان انا اروح اخطبها. المهم بعدت عنها حوالي 9 شهور. في ال9 شهور دول جه واحد تاني وسمعت ان هو خطبها، وان هو بيحبها حب كبير قوي. بس مش عارف، اول ما سمعت كده حسيت بنار جوايا، حسيت ان هي بتاعتي انا وبس، حسيت ان هو ملهوش حق فيها. فقلت لازم ابعده عنها علشان ترجع لي انا تاني. مش عارف ليه انا كنت بعمل كده، بس المهم كنت عايز ارضي نفسي وان انا اخدها تكون ليا انا وبس. وفعلا حاولت ان انا اوقع ما بينهم بالكلام، ودخلت له من اكونت فيك وقلت له انا خطيبتك فقدت عذريتها وعملت وسوت، وحكيت له كل حاجة بالتفصيل. المهم ما صدقنيش، قلت اقابله عند الشغل بتاعه. لما هو صدني وعمل لي بلوك، رحت له الشغل وقابلته ووريته الدليل اللي معايا. انا كنت مصورها في كل وقت معايا، كنت دايما كل لما نخرج مع بعض كنا نتصور مع بعض واحنا بنبوس بعض واحنا بنحضن بعض، حتى وقت العلاقة كمان صورتها وهي معايا في شقتي. المهم قلت له انا اللي كلمتك وبعت لك من اكونت فيس، وحصل كذا وكذا وكذا، وخطيبتك دي انا لمستها واخدت منها كل ما تملك. المهم ضربني علقة موت، ما كنتش اتخيل منه كده. وفعلا ضربني وبهدلني وقال لي انا عمري ما هسيبها وعمري ما هتخلى عنها، كل الناس بتغلط وانا هتحملها. المهم مشيت وهو مشى. جيت بعدها بفترة سمعت ان هما سابوا بعض، فقلت الحمد لله ان هما سابوا بعض، وبقيت مبسوط جدا جدا جدا. وحبيت ان انا اروح اكلمها تاني في الكلية، لقيتها ما تعرفش اي حاجة ولا خطيبها قال لها اي حاجة، بس ان هما سابوا بعض. فجيت اكلمها تاني، قالت لي لو انت اخر انسان في الدنيا مش هقبل بيك ولا هنتظرك ولا هتكون ليا. المهم فضلت ان انا احاول معاها وعافر معاها، ما ينفعش، لقيتها مصممة على رأيها. جيت بعدها باسبوعين 3 لقيتها اختفت من الجامعة. جيت سألت عليها، قالوا لي ده هي رجعت لخطيبها للمرة التانية. طب ازاي ومش ازاي؟ طلع قالوا لي ان هو حصل ما بينهم شوية مشاكل، وان هو رجع لها تاني. جيت حاولت ان انا اقابلها في الجامعة للمرة الاخيرة، قلت لها انا عايزة اعرف ازاي خطيبك رجع لك تاني. قالت لي اصل انت ما انتش راجل، انا وثقت فيك وامنتك على نفسي وعلى حياتي وعلى عرضي وشرفي، لكن كان ايه المقابل وكان ايه النهاية؟ سبتني وبعدت عني، ويا ريتك اكتفيت. حبيت كمان ان انا ما اكونش لحد تاني غيرك لانك انسان اناني. رحت ليه وريت لخطيبي كل حاجة عن اللي حصل ما بينا، وليه كنت محتفظ بصوري معاك وكل حاجة حصلت. ليه انت اناني بالشكل ده للدرجة دي؟ انا كنت مخطوبة او بحب طفل زيك؟ انت مش بني ادم. وفضلت تشتم فيا كتير وتغلط فيا كتير، ومع ذلك لقيت نفسي مش قادر ارد عليها. قلت لها والحل ايه يعني؟ انت مش هتبعدي عنه؟ قالت لي مستحيل، هو ارجل منك بمليون مليون مرة.
اي نعم هو زعل مني وسابني بدون سبب، بس رجع تاني واعترف لي وورالي كل حاجة، وقال لي ان اللي كنت انت بتحبيه قال لي كذا وكذا وكذا ووراني الدليل. بس انا بعد ما استخرت ربنا عرفت ان انت هتكوني انسانة امينة معايا، وانك غلطتي وانا متقبلك بغلطك، ووعدني ان هو ما عمره ما يقول لحد على اي كلام من اللي حصل ما بينا. هو ده فعلا الراجل اللي يستحق ان انا اكون مخلصة ليه بعمري وحياتي وشرفي، وجميله هيفضل على راسي طول ما انا عايشة. اخدت الكلام منها ومشيت وانا حاسس ان انا مقهور ومكسور من جوايا. بعد كل ده، بعد ما حاولت ان انا اوقع بينها وبين خطيبها، رجع اتمسك بيها اكتر، حبها اكتر مني، عمل معاها اللي انا ما قدرتش اعمله. انا حاسس بقهرة، حاسس ان انا روحي بتطلع مني، بفكر فيها ليل ونهار، مش عارف اذاكر، مش عارف اعيش، مش عارف اعمل حاجة مفيدة في حياتي. انا ظلمتها وانا عارف ان انا ظلمتها، وكنت انسان اناني وظالم. بس دلوقتي ادعولي ان ربنا يبرد نار قلبي، لان بجد مقهور من جوايا على اللي حصل، وبستندم وندمت ان انا قلت لخطيبها الكلام ده كله. دي كانت مشكلة شاب معايا النهاردة، فهو مش طالب اكتر من ان احنا ندعيله ان ربنا يبرد ناره. آه، هو غلط وعارف ان هو غلط، وهو كمان يستاهل القهر اللي هو فيه، احنا ما بننكرش، بس كلنا بنغلط، وهو غلط وده جزاء غلطه، ربنا جزاه بيه ان هي بعدت عنه، وربنا تاب عليها ورزقها بالانسان اللي يستاهلها. يا ريت ننصحه لوجه الله ونرد عليه ونقول له ان ربنا يهديك، يهديك لنفسك اولا، ويهديك للناس اللي حواليك، ويبعد عنك شياطين الانس والجن. يا ريت يا بنات ويا شباب ناخد بالنا من العلاقات بتاعتنا اللي قبل الخطوبة وقبل الجواز، ونعرف مهما كان الشاب بيحبك وبيتمنى لك الرضا ترضى عليه، أول ما يغلط معاكي وياخد اللي هو عايزه صدقيني هيبعد. حتى لو ما بعدش هتقولي لي حالات كتير حصل ما بينهم غلطات واتجوزوا وعاشوا، أي نعم، بس صدقيني مع أقرب فرصة ليكي أو ليه هيعايرك، هيقولك ده أنا عملت معاكي كذا وكذا وكذا، واحمدي ربنا إن أنا سترت عليكي. فخدوا بالكم يا شباب كويس، خدوا بنات بالكم كويس، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله. ويا ريت ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، علشان كل قصة حقيقية من واقع الحياة نعملها تكون أول حد يشوفها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.